هذه مدرسة في عمق الصحراء في بوذنيب، في الجنوب الشرقي للمملكة المغربية. أنا أول ما دخلت عملت الفورماسيون لهنا. سنحب نوجه تحية لمدير المدرسة، ونوجه تحية للمربيات الفاضلات اللي قاموا بتدريب في قافلة الموسيقى البيداغوجية، وكذلك مع نور في الألعاب الدرامية. فجلب انتباهي هذا الديكور وهذا والزينة هذية. أنا مشى في بالي مدرسة خاصة يا أخي. طلعت يا سيدي بن سيدي مدرسة حكومية، شقينا صحاري وجبال وبرور، وفجأة لقينا رواحنا في المدرسة هذه. شوفك الإنجازات، شوفك يعني كل كوان فيه درس، يعني الطفل ما يستحقش باش. شوفوا هنا الدورة المائية في الطبيعة، البير والواد والصد والجبل. هنا نلقاو البحار والغابات. اي اوكي. شوفوا يا ريت يعني المدارس هذه راهو اجتهادات شخصية، و يعني الاولياء يعاونوا والجمعيات وكذا. وفما تحس فما ربي يعينك استاذ، ربي يعينك، ربي يعاونك، يعيشك، ربي يخليكم والله. شوفوا لي تواليت، شوف محلاهم، يعني شيء منظم، شيء محترم، ومازالت الناس تصنع. هذوكم الأقسام في منطقة بوذنيب بالجنوب الشرقي للمملكة المغربية. احنا توا كملنا الفورماسيون، حبينا نعملوا طلع على الأقسام ونوريو للناس راهو نجموا نعملوا في بلادنا، نجموا نعملوا أكثر من هكا. المغرب تبارك الله عليهم، ناس فايقين، ناس فنانين، ناس يحبوا بلادهم برشا، يحبوا الخدمة. فوالا بعديك باش ندخل الأقسام. حاب نوجه تحية للمستمعي راديو بلاتين، نوجه لهم تحية. فوالا أهلا وسهلا، لاباس. شوف هنا شوف هنا شنو عامل البيض بالعجالي، يعني بأشياء بسيطة، شوية لوح شوية عجالي. شوف هنا الكاروسة والبسكليت وهنا شعار مكتوب فيه بستان القراءة، مؤسسة تقرأ، أمة ترقى. حلو جميل جدا. اللي يشاهدوا فينا توا واللي يسمعوا فينا خاصة والله نمشي نشوف. اوه نافورة جميلة. شوف بالله، هذه نحب نذكركم مدرسة حكومية في آخر الدنيا، يعني بعيدة على العاصمة المغربية، يعني تقريبا 800 كيلومتر 700 كيلومتر. الأطفال يساهموا بطبيعة الحال في تزيين الساحة متاعهم وفي تزيين حديقتهم. نمشيو قسم الأقسام نشوفوه. احنا ديجا كنا في قسم عملنا فيها الدورة التكوينية. قسم جميل ياسر، مجهز بكل ما يستحقه معناه التلميذ. اهلا سيدتي.
أو ميرسي. أنت مباشرة في راديو بلاتين أنا أستاذة في تونس. أستاذة اللغة الفرنسية مستوى الثالث ابتدائي، نتشرفوا. المدرسة المختلطة بودني بإقليم الراشدين. إقليم الرشيدية بجنوب أحلى المغرب. جهة ما بين بوذنيب لا والرباط قداش يعني والعاصمة قداش؟ فما 700 فما 800. تكون 700 يعني بعيدة. بعيدة. يعني مثلا كناخذوا الكار مثلا 9 الليل كنوصلوا السادسة صباحا للرباط. ماني جربتها. جربتها. تسمعوا السادة المستمعين. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا. أنا اسمي سامي دربز، أغني للأطفال. قدمت لكم هدية تجدوها عند سيد المدير. الهدية تتمثل في كتاب الأغاني. تستطيعون أن يعني تنجزون بها ما شئتم من حفلات ورقصات وأجواء عند سيد المدير. أنا سعيد جدا أني تعرفت عليكم، وسعيد جدا أني كرمت عدة مرات في المملكة المغربية التي أعتبرها بلدي الثاني بلا مبالغة. سيدتي قسمك جميل. نقرأ هنا شو مكتوب: الخير هو الاستثمار الوحيد الذي لا يفشل أبدا. Ici, on a des proverbes en français. En français aussi. Oui, la créativité. La créativité, c'est L'intelligence qui s'amuse. Voilà. L'intelligence qui s'amuse. Bonne éducation, bon fruit. انتم زوينين بزاف ولا لا؟ يلا نعملوا تصفيق على رواحكم. المشاريع اي. شوف هذا قسم، رانا نذكركم راهي هذه مدرسة حكومية. شوفك المشاريع كيفاش النظام والنظافة. هذه القلعة ديالكم هنا في هذو مشاريع ننجزها خلال الوحدات الدراسية. حلو. وحدة كيكون عندنا مشروع قسم. السيدة نور السعيدي فنانة مسرحية. كنا نقوم بدورة. من تونس. عرفتوا فين كاينة تونس؟ وين كاينة تونس؟ حدا ماشي اي قلبي اي قلبي. إذا كنا المغرب العربي، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا. المغرب العربي نتشابه كثيرا في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي لهجتنا. نتشابه كثيرا، وأيضا في مطبخنا لدينا كثير من الأكلات هي نفسها. سعدت كثيرا بهذا اللقاء، وإن شاء الله لنا عودة. إلى اللقاء. هو اللي راه غتلقاوه في دار الشباب، هما اللي غيكونوا في دار الشباب. عندنا حفلة في دار الشباب، يعني لو تكملوا. غنمشيو كنا المدرسة كاملة. أوكي مرحبا. شكرا سيدتي. شكرا. أهلا سيدي الكريم. سيدي الكريم، مرحبا بك. المدرسة محلاها مزيانة برشا. أيوة. سيدي المدير هنا ولا؟ لا هذا قسمي أنا. قسمك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أحلاه القسم. شفت غار من قسم فعملنا. أنت أستاذ عربي؟ أستاذ عربي إن شاء الله. أستاذ عربي، دبلوم في المخيمات، تنشيط. ما شاء الله ما شاء الله. تخصص دراما إبداعية، مسرح تخصصي. يعني شوف اللي تلقاه يدرس عربية كله ومغروم بالمسرح ومغروم بالفنون، أكيد القسم باش يكون هكا. سادة المستمعين يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا عبر راديو بلاتين. شوف القسم عبارة على غابة. لو غابة في غابة، يعني يدرسون في غابة. شوف. نركز على الفضاء في التدريس، لأن إذا ما كانش الفضاء. طبعا إذا هيأتي الفضاء التلميذ يعني ما يقدرش يعطي، وحتى ما تقدرش تخدم. يعني خص الفضاء يكون حتى هو كيسهل لك العملية.
شو اسمك انت؟ سارة. مرحبا سارة، شنو تقرا؟ شنو تكتب؟ ديك شنو كتب؟ هذه الدروس الواجبات المنزلية. صحيح. قسم جميل 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 جدا. الثالث ان شاء الله. هداية تقول لنا كلمة. من يقول كلمة؟ من يقول كلمة؟ في حق تفضل زكريا. هذا القسم رائع وأساتذتنا رائعون ويدرسوننا تدريسا جيدا وبفضلهم سننجح وسوف نصعد إلى المرتبة الرابعة وشكرا. شكرا، تصفيق عليك. شكرا شكرا شكرا. من يراقب؟ تفضل. أنت؟ هذا القسم جميل وأساتذتنا كرام. نتمنى لهم أمسية سعيدة ونحن فخورون بهم. ونتمنى لك أمسية سعيدة عندما تأتي إلى دار الشباب وتستمع إلى الأغاني. شكرا، إلى اللقاء. ونلقاو هنا سيد المدير المبدع الكبير صاحب هذه العملة، يعني صاحب هذا الجمال وهذه الأناقة. تحية لراديو قلت لي بلاتين، راديو بلاتين تونس طبعا. تحية FM. تربوية من قلب المدرسة المختلطة ببودنيب في الجنوب الشرقي المغربي طبعا، الذي يبعد عن العاصمة يبعد عن المغربية تقريبا 700 800 تقريبا 670 كيلومتر تقريبا. يعني احنا شقينا صحراء وجبال ووجدنا تماما. يعني هذا هو المطلوب. يعني التلميذ عندما يدخل المدرسة يجدها مثل الجنة، مثل البستان. لأننا نؤمن أخي سامي، نؤمن بتعزيز جاذبية الفضاء، بتحقيق الراحة النفسية للمتعلم وفتح شهية المتعلم للتحصيل الدراسي. فهذا هو يعني الأمر الذي تعاقدنا عليه منذ تم تعييني بهذه المؤسسة سنة 2017. لم تكن بهذا الشكل إطلاقا، فتعاقدنا برفقة فريق تربوي بصراحة، لأننا نشتغل بروح الفريق. ما فيش مدير يعني صح مدير صح. أستاذ، نشتغل كفريق يعني، وتعاقدنا على هذا الأمر. وهذه الإنجازات هل هي يعني من خلال تبرعات أو لا هبات إنجازات في إطار انفتاحنا كفريق قيادة على شركاء. ننفتح فوالا. على شركاء أو داعمين. جمعيات نحن لا نقعد يعني في المكتب ونايمين يعني بعد برافو. ننفتح على شركاء، فنأتي بدعم وفق تصور معين بأشياء بسيطة. وهذا الفضاء الأخضر نحن منخرطون في برنامج المدارس الإيكولوجية. هذا برنامج تطلقه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تترأسه الأميرة لاله حسناء. فانخرطنا في سنة 2018. حصلنا على الشهادة البرونزية كما سترون في الإدارة. حصلنا على الشهادة الفضية بعد يعني اشتغلنا على محور الماء. هذا نظام الري بالتنقيط. أي شفتوا. نظام الري بالتنقيط يعني ما فيش لا نستغل الماء الصالح للشرب من أجل السقي. حفرنا يعني بئر. جهزناه بمضخة إلى غير ذلك وصهريج، فنعمل بنظام الري بالتنقيط. ثم اشتغلنا على تدبير النفايات. هذه النفايات الورقيه ما تلقاش كثره النفايات الورقيه. شفت حتى العجالات ندورها العجلات يعني عملتوها تدوير حلو بها. ثم يعني تدوير نفايات الاوراق الخشب الى غير ذلك. ونحن الان نشتغل على المحور الثالث وهو الطاقه، ترشيد الطاقه من اجل الاقتصاد في الطاقه، استهلاك الطاقه. جهزنا المؤسسه بالطاقه الشمسيه هذا السنه. الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه تشتغل بها يعني المضخه ديال البيت، ثم بعض المرافق تابعه للفضاء الاخضر. ونامل ان هذا العام ان شاء الله نحملوا اللواء الاخضر، اكبر جائزه فيها في هذا البرنامج وهو اللواء، شاره اللواء الاخضر. حلو ان شاء الله. ان شاء الله. نشوفوا حصلت المؤسسه على جائزه احسن مشروع مؤسسه في جهه درعا تافيلات، في الجهه كلها. هذه جهه درعا تافيلات اللي هي حصلت على جائزة أحسن مشروع مؤسسة. اللي هي الولاية. نعم، اللي هي جهة فيها الرشيدية، فيها ورزازات، فيها زقورة، كما عندنا احنا الولاية والمحافظة. نعم. تفضل. إذا تفضلوا. زعما نلقاو لا طبعا البيرو نتاع المدير لازم يكون مجهز بأشياء أخرى، بصور وبجوائز طبعا. هذو الاستحقاقات أستاذة نور، الاستحقاقات التي حصلت عليها المؤسسة في إطار برنامج المدارس الإيكولوجية. حصلنا على الشهادة البرونزية في محور النفايات، ثم حصلنا على الشهادة الفضية في محور الطاقة،
ومحور الماء ثم محور النفايات، والان نشتغل على الطاقه. حصلنا مره اخرى على الشهاده الفضيه مرتين هذا. ثم يعني هذه مولاي مصطفى ندوي على الاسم ديالي كمنخرط في هذا البرنامج. شهاده تقديريه اخرى. هذه شهاده من مدير الاكاديميه لجائزه احسن مشروع تتويجها بالرتبه الاولى جهويا في المسابقه الجهويه. المؤسسه توجت بالرتبه الاولى، وهذه مجموعه شواهد من المديريه الاقليميه، بعض التذكارات هناك يعني. أهنيك سيدي. الحمد لله. وراديو بلاتين ديما يسعى انه يوري للساده المشاهدين والمستمعين، بحكم انه احنا يعني صوت وصوره، يوريوا الافضل حتى نقتديوا بهذه التجارب. نحن في الاخير يعني اخوه وناخذ من بعض. يعني كل ما هو جميل نتقاسمه. هو ان نكون ملهمين صراحه، صح، أن نكون صح. ملهمين للآخر من أجل فوالا. من أجل يعني ترسيخ مثلا احنا مبادرة إلى غير ذلك. مثلا احنا جينا اليوم عملنا الدورة التكوينية، أضفنا للمغرب الشقيق. أكيد. وأخذنا طاقة وأخذنا هلا أنا حبيت نعدي هالروبورتاج كذلك حتى ياخذوا عبرة معناها. كيف أنا نعرف عنا أستاذ نوجه له تحية في مدينة الشابة، هو مدير مركز شبابي. يعني قام بأشغال في الحيطان معناها القديمة في المدينة. بالدهن. ما عرفش شنو تسميوه انتم. جداريات. وفيها شخصيات كبيرة، أقواس، نساء متلحفات مثلا بالسفسار، حاجات تقليدية. يعني خرج من الدائرة متاع دار شباب وعمل برشا اشياء جميله. هذوما نماذج اللي انا نحب نصورهم حقيقه في كل مكان في العالم حتى ناخذوا عبره من بعضنا. شكرا سيدي الكريم. حفظكم الله اخي سامي. شكرا استاذ. ان شاء الله لنا عوده. شكرا. ان شاء الله. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. شكرا.